السلام عليكم. الفيديو ده انا مصوراه في جنينة الحيوانات من اكتر من سنة قبل ما جنينة الحيوانات تقفل على طول. بصوا جنينة الحيوانات جميلة جدا جدا، كلها اشجار نادرة ومناظر جميلة، لكن بالرغم من كده كانت سيئة جدا. هوريكم دلوقتي، هنخش بيت السباع وهنشوف الحالة اللي يرثى لها للحيوانات والاقفاص المصدية. عشان كده الدولة قررت ان هي تجدد جنينة الحيوانات. طبعا جنينة الحيوانات دي هي مقصد جميع طبقات الشعب، الغني والفقير، كبير صغير. ان شاء الله يرجعوها احسن من الاول وتبقى برضو مقصد لكل الناس زي ما كانت. يلا بينا بقى هنشوف الفيديو اللي انا كنت مصوراه ونشوف حالة الحيوانات من جوه شكلها. الاسد بقى واخد نص حمار ولا نص اي حيوان بقى، مش عارفه هما بياكلوا ايه بالظبط، او نصين يعني. شايفه عظمتين، خلص اللحم كله، شايفه العظمتين بتوع النص اللي تحت. طبعا اسد. بس التاني وادي اسد تاني اهو. احنا كده برضو جوه بيت السباع، في جزء منهم بره والجزء التاني بيبقوا حاطينهم جوه كده في بيت السباع. يا ساتر يا ساتر. اللبؤة هو تقريبا بيدوا الإناث الجزء اللي فوق، وبيدوا سورية شاي، وبيدوا للأسودة الذكور الجزء اللي ده تحت، عمال اللحمة كلها. بيفطر أيوة بصي، تاني. ادي خلصت دي. الأسد ده كمان، ده بص خلص كل الأكل بتاعه. يا بص حجمه قد إيه، وسايب حتة صغيرة خالص أهي. بص الأسد حجمه قد إيه. سنهم صغير على بيبقوا فكرة. عايزين يهجموا علينا. هو بس بيبقى عامل متغاظ ازاي؟ ان الناس واقفة قدامه، يعني عايز وهو يهجم عليها ممكن. مش عارف يعمل لهم حاجة. بس اه، هو برضه واللبقة برضه، او ممكن يكونوا عايزين يشربوا بقى بعد ما فطروا. المية اه، بس هم عارفين بقى بيحطوها لهم امتى. هنا ايه، هنا لحمة اهي، بس القفص فاضي تقريبا. لو حد طلب ان هو ياكل تاني، طلب كمالة، هيحط لهم من اللحمة دي. بيت السباع. بياكل ايه؟ أرقف الشقة. كده بيحلي بقى، بيمصمص في العظم. الأسود وهي بتفطر. يا ساتر. بس ده قرقش العظم. تاكل عظم، خلصت اللحم تاكل العظم، مش هتسيب العظم. انت كده قرقشة. اه، دي انثى الاسد، مش الاسد، دي النتايه. بس ده شكلها جميل. ودي اه شكلها جميل. بس دي بقى عماله بتاكل بمزاج. انا تاني دول جداد. الاكل بيجي لها لغايه عندها في جنينه الحيوانات، انما في الغابه يعني بتشقى عقبال ما بتلاقي الاكل ده.
اعتقد ان اللحمه اللي الاسود بياكلوها في جنينه الحيوانات يا اما الحيوانات المريضه يعني البقر والجاموس المريض، او بتبقى حمير اللي هي برضو بتبقى خلاص يعني كبرت في السن او كده. يعني مش اللحمه مش بتاكل من الثروه الثروه الحيوانيه بتاعتنا ولا حاجه. اه جنينة الحيوانات فيها رحلات وعاملين دوشة جدا. يعني هي ايه ماسكة كده الريش بتاعت حاجة، حمار بقى بقر اي حاجة، يعني مدينها مثلا ربع حمار. بصي عرضها اللي بتعرفي هاتيها من هنا. كبيرة جدا جدا. بس هي حجمها قد ايه؟ حجمها كبير قد ايه؟ ده الفطار بتاع الاسود. دي اللي عماله تقرقش دي. لا كملي كلي كملي. شكلها حلو قوي. شكلها جميل. سمك. بس ده واخد ربع بقرة ربع حمار. نشوف بقى الاسد. تعالوا نروح نشوف الاسد. الاسد كانوا مدين له بقى الفخده، بس عظمه فخده يعني خلص الفخده كلها وده العظم مش سايبه. بس برضه الاسد حجمه قد ايه كده بقى. دخلت التاني، في واحد بره بيقطع لهم اللحمه قطع صغيره قوي، فبساله بقول له بتقطع اللحمه قطع صغيره كده ليه؟ قال لي علشان الاشبال الصغيرين مش بياكلوا عظم. الاشبال الصغيرين بيبقوا حاطينهم في قفص تانية بس من الناحيه التانية جوه، مش بيردوهم. يعني واضح ان الحمد لله جنينه الحيوانات فيها كميه من الاشبال كويسه يعني. وسالته قلت له هو اللحمه دي ايه؟ قال لي دي لحمه حمير. قال لي لا هي مش لحمه حمير، هي لحمه بقر عادي. قال لي لحمه بلدي بنفس اللفظ كده. ماشي يا بختكم. بصوا بياكلوا بقى ايه؟ يفطروا لحمه ويتغدوا لحمه ومش بتاعت حمير ولا حاجه. بصوا في اسد ورا كده ازاي، ورا ورا القفص تقريبا بيبقى معاهم الاشبال برضو في المكان اللي ورا ده. دول الاسود الكبار عظم بقى، وبيرمي لهم نص حمار ولا نص بقره ربع بقره ويسيبوهم هما بيتعاملوا يعني. تمام. ده الجزء الثاني من بيت السباع كله اسود. انا افتكرت ان الجزء ده ممكن يكون فيه نمور او كده، لقيته كله برضو اسود. تمام. اسد بصي ما شاء الله يعني. بصي حجمه قد ايه يعني. يعرفش يبص لنا كده لو عملنا له اي حاجه؟ لا هو بياكل اساسا. هو مش ممكن هيبص لنا وهو بياكل اصلا كمان يعني. محدش يكلمني. اهي واحده تانية اهي. عشان عامل زي وش القطه. نروح نشوف واحده تانية. اسد افريقي. دي رايقه. دي ماسكاها بايديها كده زي المصاصه وفي الروقان. رايقه دي. ماسكه العظمه ازاي؟ بتمص. كل فصيله الاسود دي كلها اسد افريقي، اسود افريقيه. يبقى ده الجزء الثاني من بيت السباع يعني الاسود. خلاص نخرج من كده من الباب دوت. يبقى خلاص احنا كده شفنا دخلنا بيت السباع وشفنا كل الحاجات اللي فيه كلها اسود من النوع الافريقي.